بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله وبصحة وسعادة يا رب. النهاردة فيديو جديد، وقبل اي حاجة لو سمحتوا دعموني باللايك والشير واشتراك في القناة علشان قناتي تكبر بيكم، لان ده يعني انا محتاجاه جدا جدا علشان هو مصدر رزقي. النهاردة انا هتكلم عن حياتي واعرفكم بنفسي. انا ست متجوزه بقالي سنين طويله جدا جدا جدا، من واحد اصلا بني ادم نرجسي ما بيهموش غير نفسه. وعندي بنت كبيره خرجه من الكليه ومبتشتغلش، واحنا الاتنين قاعدين في البيت وهو متجوز واحده تانية. هتقوليلي انت ايه اللي خلاك رضيتي بانك تعيشي معاه وهو متجوز واحده تانية؟ طب اعمل ايه؟ يعني الافضل ان انا ابقى مطلقه ولا الافضل ان احنا نبقى كده؟ وندم ورجع وراح ووزع الأسبوع ووزع الأسبوعين وعمل وسوى، وأهله قوموه عليا كتير وعملوا لي أعمال. الفرقة كنا على طول بنزعل مع بعض وبنتخانق مع بعض بدون أي سبب، وأنا مش فاهمة إيه السبب. تقدروا صوابع العشر شمع، تبقى قاعدة في بيت أهلي وكانت الدنيا ماشية كويسة أوي. وهو على فكرة كان يعني بيشتغل شغل حلو في الحكومة، بس طلع معاش. البني آدم ده تعبنا نفسيا جدا، تعبنا. يعني انا فعلا بفكر في الانتحار، فكرت فيه كتير وكذلك بنتي، وتعبنا جدا جدا جدا. يعني انتوا ممكن في يوم وليلة ما تلاقونيش، تلاقوا ان صفحتي خلصت، ما تلاقوش حاجة في الوجود اسمها ماجي خلاص، لاني هكون مت. انا حاولت كتير قوي قوي قبل كده، حاولت اتماسك واقف على رجلي، حاولت اعمل القناة دي عشان اقدر استغنى عنه، علشان ما يذلناش على لقمة الاكل. بنتي نزلت اشتغلت، بس للأسف انتوا زي ما انتوا شايفين، يا إما تتعرض لقرف، يا إما بيبقى الفلوس قليلة، يا إما ساعة ما حصل موضوع كورونا وبعديه، لأن هي كانت بتشتغل في شركة مقاولات وفي حاجات زي كده، فكله كان بيقفل. يا إما تشتغل بياعة، يا إما مش عارف إيه. لغت فكرة الجواز من وجودها رغم إن هي معدية ال30، علشان خاطر تفضل عايشة معايا. أنا وهي متعرضين لحرب أعصاب، يعني شبه معزولين عن العالم. هو على طول تعبنا، ونرجسي بمعنى الكلمة فعلا. أنا مش عارفة أعمل إيه، خلاني أقاطع أهلي. كنت بشتغل وكنت بكسب كويس جدا، كنت مدرسة. خلاني قعدت في البيت وعملت معاش مبكر، معاشي حتى ما بيقضينيش عيش حاف، لا أنا ولا بنتي. متعرضين لقهر جامد جدا جدا جدا. اما دخلت القناة دي قلت يمكن هي تساعدنا شوية ان احنا نخرج من عبايته، لان انا مش قادرة افضل على ذمته اكتر من كده، وابقى عايشة بلقمتي وذلي. ويجي وقت ما يحب ويمشي وقت ما يحب، ويذلنا ويضايقنا ويتخانق معانا ويورينا القرف كله. انا مش عارفة اعمل ايه. بالله عليكم انتوا قولولي اعمل ايه. مفيش حد بيشترك معايا في القناة، والقناة واقعة خالص طبعا، مفيش اي حاجة. وعمري في الحياة دي ما هيجي لي اي حاجة. يعني خلاص، انا فعلا انا وبنتي نعتبر في النهاية. انا مش عارفة اعمل ايه. يعني سنين طويلة، ممكن 35 سنة واكتر واحنا متجوزين. نتجوز طلقني ويتجوز واحدة ويطلقها ويتجوز غيرها. بني ادم غير طبيعي. بالنسبة له الستات دول شرابات، لغاية ما ربنا ابتلاه بمرض في العمود الفقري وعمل عملية بقى بيمشي بعكاز. بس الظاهر ان الموضوع ده قساه اكتر وقسى قلبه علينا اكتر.
مبيفكرش فينا في اي حاجة، ما بيعملش اي حاجة لمصلحتنا. انا مش عارفة اشتكي لمين، انا دايما اقعد اشتكي لربنا. انا جالي امراض كتيرة، انا اصلا عندي ورم في الرحم، المفروض اشيل الرحم، بيجيلي نزيف وانا في السن بتاعي ده، ومش عارفة برضو اعالجه ازاي. آه، مش عارفة اعمل ايه، الدنيا ده بالنسبة لي ضيقة جدا. احنا اللي انا وبنتي قاعدين في بيت نعتبر محبوسين فيه، وفي نفس الوقت هو بيقول لنا لو عايزين تمشوا امشوا. طب احنا نمشي نروح فين؟ ما هو ما عندناش اي حاجة وما عندناش اي مصدر رزق. احنا بنموت موت بطيء، بس اسمه اللي هو الموت المعنوي، الموت في القلب. قلبنا بقى ميت. بنتي بقت بتكره الرجالة وانا بقيت اكره الرجالة، وملعون ابو الراجل اللي يذل مراته عشان لقمة العيش، او بعد ما يعيش معاها وياخد منها احلى سنين عمرها يسيبها. انا لما اتجوزته كان في الاول ما فيش اي حاجة عنده، اتجوزته واحتضنته في بيت اهلي، كنت عايشة انا وهو وبابايا. ابويا كان منصب كبير وكان عايش معانا. اما ابويا توفى هو تخلى عننا، وبدأت كل المساوئ بتاعته تظهر، وبدأ يتصرف معانا بدل ما يقف جنبنا ويمسح دمعتنا، بقى هو العائق والمشنقة في حياتنا. أنا من كتر العياط والتعب أنا عينيا تعبت، أنا ما بقدرش أظهر لكم، لأن فعلا أنا لو ظهرت هتتضايقوا من منظري. أنا مش عارفة أعمل إيه، أنا مش عارفة أعمل إيه، ومش عارفة إزاي أوصل صوتي للناس، وإزاي أخلي الناس تحبني وتشترك معايا في القناة. يمكن القناة دي تفتح لي باب رزق. أنا مش عارفة بصراحة. انا بقعد انا ادور وانزل، وكل فيديو انزله يبقى على امل ان الفيديو بتاعي هيضرب والناس هتعرفني، الاقي 4 5 6 مشاهدات، 20 30. انا حزينة جدا والله، ومش عارفة اعمل ايه بجد. لا انا ولا بنتي، احنا عايشين مدفونين في الحياة. يعني اقول لكم ايه، اقول لكم ايه، انا يعني ممنوع عني ان انا اكلم اهلي، ممنوع عني اي حاجة، واذا مش عاجبني اتفضلي، وعايزة ورقتك اتفضلي. طب ماشي، انا مش عاجبني وعايزة ورقتي، بس اعمل طيب ايه؟ اما اخد بنتي بقى عروسة وشابة عشان ابهدلها معايا، اعمل ايه؟ لا مفيش مثلا في ايدينا فلوس، مفيش حاجة ان الواحد ممكن يفتح مشروع يعمل اي حاجة ونسترزق منه، واللي جاي بالظبط على قد اللي رايح. وهو لو بيدينا حاجة بيدينا حاجة للحاجة، يعني خدوا ده عشان ده كده. انا تعبانه جدا، بالله عليكم تدعولي وتشيروا الفيديو وتخلوا ناس تانية تشترك علشان قناتي اقدر احقق الارباح بتاعه اليوتيوب. يمكن في يوم من الايام اقدر استغنى قبل ما تلحقوني، قبل ما انا فعلا ربنا ياخد امانته. لو ما متش كده هموت موتة ربنا بسبب القرف اللي انا شايفاه، غير الحاله النفسيه اللي بنتي فيها اصلا تعبانه جدا نفسيتها، على طول حاسه باكتئاب، وعلى طول بيلعب بيها، هعمل لك مش هعمل لك، هجيب لك مش هجيب لك، مفيش اي مناسبه بيهتم بيها. فانا مش عارفه، ارجوكم اتوسل اليكم ساعدوني، لاني اللي معايا بني ادم اللي معايا النرجسي ده هو همه نفسه بس، همه ازاي ياخد اللي هو عايزه من اللي قدامه وما يدوش اي حاجه، ويتلذذ بان اللي قدامه تعبان. وانا فعلا انا بقول له كتر خيرك، لانك انت فعلا قدرت تخليني اتعب، وقدرت تخليني اندم على كل يوم انا فضلت فيه معاك فعلا. وانا مش هقدر اقول لك غير حسبنا الله ونعم الوكيل. وليا كلام كتير معاكم جدا جدا. انا يمكن النهارده كنت فعلا في حالة نفسية، وكان صادف حاجة حصلت لي منه النهاردة هي دي اللي خلتني ان انا اتكلم واطلع اللي جوايا، رغم ان دايما يقعدوا يقولوا ما تتكلموش عن حياتكم، ما تتكلموش عن مش عارفه ايه. طب انا هكلم الحيطان؟ بنتي هتكلم الحيطان؟ هنعمل ايه يعني؟ ارجوكوا ساعدوني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.